بطريقة سطحية بدون دراسة، وبعد كده المفاجأة القرار بيطلع النهارده الصبح بيلغى. خبر كده ما ينفعش. النهارده المفروض القيادة تتميز بحسن التصرف وليها فريق عمل تشاوري متخصص ذات كفاءات، مش اي حد. هذا ما ضمش العناصر اللي هي المقربه او اللي لها ولاء والتثقف بالخبره. اللي عايز ناس لديها خبره، ناس لديها خبره بالعمل العام، ناس متخصصه في المجالات اللي هي بتمس المصالح الحيويه للمواطن، ناس بتضع الحلول والاقتراحات والجداول الزمنيه لتنفيذ الخطط اللي هي هتنعكس اثارها الايجابيه على الشعب المصري. الشعب المصري طالع الحضاره، الشعب المصري ما ينفعش يبقى النهارده الدوله داخله مرحله حرجه، مفيش شغل من الناحيه الاقتصاديه، في بطاله، ما شفناش اي اثر من الاثار اللي كان مطلوب ان هي تترجم كاثر من اثار او اهداف ثوره 25 يناير المجيد. بيفترض ان كان بيتولى المواقع القياديه بيتولاها الناس اللي لهم جرايه، بيتولاهم الناس اللي لها خبره، بيتولاها الناس اللي هي في المجتمع، بيتولاها الناس اللي هي ايدها نظيفه ومحترمه وذات سمعه طيبه، وان هي بيكون لها مكان الحضاره، على اساس المشاكل اللي بتعانيها الدوله المصريه حاليا عايزه ناس اخفاء، ناس بتروح على البلد لهم الغيره الوطنيه، لهم الانتماء والمنتمك، ناس اللي هي بتعمل لوجه الله تعالى بعلم وكفاءه واقتدار. النهارده على المجتمع في شخصيه الشباب، النهارده على المجتمع بيدوروا على تقسيم المجتمع افلام تبع كذا وافلام تبع كذا وافلام تبع كذا. لا، احنا كلنا مصريين تميزنا بقدر ما نصيب ولادنا من ايه؟ من عمل ومن جهد شهيد واعمال مخلصه بهدف على ارض الواقع. انت تقيمني بادائي، تقيمني بشخص، تقيمني بادائي لا تقوم البلد اللي طلع منها. شكرا لك. انا عايز اعرف راي حضرتك بس في الوضع السياسي في البلد دلوقتي. الاستاذ حسام هيكمل معانا. الوضع السياسي في البلد والمشكلات اليوميه اللي بتواجه المواطنين دلوقتي. الوضع السياسي في البلد دلوقتي سيء، لان اللي بيحكم البلد دلوقتي حكم طائفي. الحكم الطائفي ده حكم ظلامي. فمصلحة البلد تكمن في مصر الجميع، مش تحكمها فصيلة واحدة. أنا من رأيي إن محمد مرسي يتنحى جنوبا والبلد تتسلم للقوات المسلحة تقريبا لمدة سنتين لحد ما البلد تستقر اقتصاديا، وبعد كده نقدر نشوف موضوع الانتخابات ماشي. بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين هم جماعة طائفية وجماعة بتحكم تحت الأرض، وليس جماعة حكم ظاهري وكده ماشي. بس رأيك في اللي يحصل دلوقتي في البلد؟ الرأي اللي يحصل في البلد يا باشا مش كويس، والسبب الإخوان دمروا البلد بسبب سوء الإدارة، عدم تصرف قرارات البلدية، قرارات منفردة. محمد مرسي جاب النشر عن بلد البلطجة انتشرت بصورة كبيرة، سرعة الناس حتى تاكل ده وضع سيء جدا. دماغ حضرتك ايه يا باشا؟ والله انا عايز اقول حاجة، هو على مستوى دول العالم المفروض في احترام للصندوق. الصندوق غير الدكتور محمد مرسي، الجميع يحترم إدارة الصندوق ولو بفرق خطوة. مصر عليه ثورة فعلا 4 سنين، مصر عليه بقى كده غير كده ده اسمه ان احنا منتخب العالم كله عليه. رأيك ايه استعاطف في الموضوع ده؟ الحالة السياسية اللي بتمر بها البلد ماشي. تقريبا رفعت والنبي كلمتين معلش. الوضع السياسي بتاع البلد بس معلش كلمتين. رأي حضرتك ايه؟ المشكلات اليومية اللي بتواجه المواطنين برضه يعني الشارع السياسي عامة. الشارع السياسي اليوم الشاشة غير واضحة للمرة، أما بالنسبة للوضع السياسي فالوضع السياسي في حالة تمزق. الوضع السياسي اليوم